رسالتي هاته موجهة إلى كل أم باعت براءتها على قارعة الطريق، إلى كل من تظن أن أنوثة ابنتها سلعة للعرض. أقول لك: أنت أول من خان الأمانة حين تطلبين من ابنتك أن تتزين وتلبس لباسا شفافا وتخرجين بها إلى الشارع لتعدي كم شابا يلتفت إليها. فأنت لست أما، بل تاجرة في سوق الرخيص، تربينها على أن نظرات المارة هي مقياس قيمتها، ثم تتصنعين الغضب وتصرخين: تحرش إذا تجرأ أحد بالكلام. أي قلب هذا الذي يرضى أن يضع ابنته في فخ ثم يتباكى على شرفها أمام الناس؟ أي ضمير يسمح أن تتحول الطفولة إلى وسيلة لجلب المال أو الشهرة؟ الواقع المؤلم: اعلمي أن جسد ابنتك ليس بطاقة عبور إلى حياة أفضل، بل قنبلة تدمر حاضرها ومستقبلها. الأم التي تبيع كرامة ابنتها تقتل بداخلها الإحساس بالأمان، وتزرع فيها فكرة أن قيمتها مرتبطة بجسدها لا بعقلها ولا بأخلاقها. تذكري، ستكبر ابنتك يوما وستعرف ما فعلتيه بها، وستقف أمامك بعيون ممتلئة بالدموع، لا لتشكرك بل لتسألك: لماذا يا أمي سلمتيني للعالم عارية؟ لماذا جعلتيني وسيلة لربحك بدل أن أكون أمانتك أمام الله؟ إذا أردت أن تكتشف الحقيقة أكثر وأن تصون ما تبقى من القيم، تابعوا ضحكة وحكاية، لأننا لا نخاف أن نقول الصعب ولا نسكت عن الخطأ.